بسم الله الرحمن الرحيم، أهلًا أبناء طلبة الصف الأول الإعدادي. النهارده بإذن الله راجعة لكم بفيديو قوي جدًا، بنراجع فيه كل الأفكار بتاعة الترم التاني، مراجعة قوية جدًا. أي طالب هيتابع معانا الفيديو من أوله لآخره بإذن الله هيستفاد كويس جدًا، ومش هيقف عليه حاجة في الامتحان. المهم إن هو يتابع معانا الفيديو من أوله لآخره ويحاول يفهم الأفكار، ولو في حاجة واقفة عليه يكتبها لنا في التعليقات، ولو محتاجين فيديو شرح تاني ونركز على أجزاء معينة برضو اكتبوا لنا في التعليقات. يلا بينا نصلي على النبي قبل ما نبدأ. أول سؤال معانا هنا بيقول إذا كان الجذر التربيعي الإكس بيساوي 4 فما قيمة إكس. هو بيسألك على الجذر التربيعي الإكس لما الإكس دي كانت عدد، فلما خرج من الجذر التربيعي يساوي 4. فأنت هتضرب الأربعة في نفسها مرتين، 4 في 4 بكام؟ ب 16. وفعلا أنت لو بتجيب جذر التربيعي لل 16 هتسأل نفسك إيه العدد اللي لو ضربته في نفسه يديني 16 فهيساوي 4. فهنا قيمة إكس بتساوي إيه؟ قيمة إكس هتساوي 16. تمام؟ بعد كده بيقول لي احتمال الحدث المستحيل. حدث مستحيل يعني حاجة مش هتحصل. يعني مثلا لو انت عندك حجر نرد ورميته، طبعا انت عارف الاعداد اللي بتظهر على حجر النرد، يا اما يظهر لك 1 يا يظهر لك 2 يا 3 يا 4 يا 5 يا 6. فلو قال لك احتمال ظهور العدد 7 في حجر النرد، هو اصلا في احتمالية خالص ان يظهر لك على اي وجه من الاوجه العدد 7؟ مستحيل. فبنقول احتمال حدث المستحيل بيساوي صفر، واحتمال الحدث المؤكد اللي هو لازم هيحصل بيساوي 1. وفي احتمالات بقى بتكون ما بين الواحد والصفر، بيكون اسمه احتمال ممكن، يعني حاجة ممكن تحصل ممكن ما تحصلش. لكن الحدث المؤكد مثلا لو قلت لك احتمال ان يظهر لي لما نرمي حجر النرد عدد اقل منها يساوي 6، طب ما كل الاعداد اللي في حجر النرد اقل منها وتساوي 6، يعني اي عدد هيظهر لي هيكون يا اقل من يا اما بيساوي 6. فاحتمال الحدث المؤكد 1 واحتمال الحدث المستحيل 0. بعد كده بيقول لي إذا كان 34 جزء من إيه؟ من 100,000 بيساوي 3.4 في 10 أس إن، فإن قيمة إن. بس هنا يعني الحكاية بسيطة جدا. أنت هنا عندك علامة هنا كده، المفروض إن هو اتحرك لحد ما جه هنا كده، فهو اتحرك كم حركة؟ ده حركة 2 3 4. طب يتحركها يمين ولا شمال؟ لا، جه ناحية اليمين. العدد أصلا كان في علامة عشرية هي في الشمال فراح ناحية اليمين، فناحية اليمين الأس بيبقى سالب لأن أنت العدد أصلا كان صغير. أنت لما خليته 3.4 فأنت كبرته فالأس بتاعه سالب. فهنا 4 حركات، بس هنقول إن بتساوي إيه؟ -4، لأن هو اتحرك من الشمال لليمين. الصورة القياسية للعدد -3.2 في 10 أس 4. قياسية يعني فك العدد، فكه. هو دلوقتي انت عندك علامة عشرية هنا، وده الأس ايه؟ موجب. يعني انت كان العدد اتحرك ناحية الشمال 4 حركات، فرجعه تاني ناحية اليمين 4 حركات. لما تيجي ترجعه ناحية اليمين 4 حركات، كده حركة، يبقى انا كده ايه؟ بقينا 32. طب انا لسه عايز 3 حركات عشان اكمل ال4 حركات الباقيين. خلاص هتحط لنا مكان ال3 حركات 3 أصفار، يبقى 32,000. بعد كده بيقول لي إذا كان A زائد B بتساوي 4 وA ناقص B بيساوي 3، فما قيمة A أس 2 ناقص B أس 2؟ هو أساسا أنت لو ضارب A ناقص B في A زائد B، أنت لو بصيت لهم هتلاقيهم إن هما دول العددان الإيه المترافقان. يعني إيه العددان المترافقان؟ عددان بيكون القوسين زي بعض بالظبط، بس اختلاف الإشارة في النص، هنا سالب وهنا موجب، فكان لهم طريقة ضرب كده بنضربهم بيها. إيه هي طريقة الضرب دي؟ إن هو إحنا بنروح نضرب الأول في الأول أو الأول في نفسه. A في A بA أس 2، وهنا السالب في الموجب هيدي سالب، والبي في البي بدي بي أس 2. فإحنا بنقول يا إما نقول الأول في نفسه A في A بA أس 2 ناقص التاني في نفسه، التاني B في B B أس 2. طب ما هو A أس 2 ناقص B أس 2 دي جايالي من ضرب A ناقص B في A زائد B. طب ما تضربهم في بعض، يعني 3 في 4 يبقى A أس 2 ناقص B أس 2 هتساوي 12. السؤال ده طبعا اختياري، وبيقول لي السؤال التاني اختار، يعني هنختار الاختيار 12. هنا بيقول لي اختيار كرة من سلة بها 4 كرات متماثلة جميعها باللون الأحمر. أنت عندك سلة فيها 4 كرات متماثلة كلهم باللون الأحمر. لو أنت سحبت واحدة، طب هي أنت عارف إن أنت هتسحبها هتكون إيه؟ حمراء، لأن ال4 كرات حمراء. طب دي تعتبر تجربة عشوائية ولا ليست عشوائية ولا حدث مستحيل ولا حدث بسيط؟ أولا إحنا قلنا عشان التجربة تكون عشوائية لازم يتوفر معايا شرطين. الشرطين إن هي تكون ما اعرفش، انا عارف جميع النواتج الممكنه. يعني لو عندي 5 6 الوان في الكرات عارف ال5 6 الوان كلهم، لكن النتيجه اللي هتطلع بالظبط ما كنتش عارفها. تمام؟ فهنا انت عارف الالوان، عارف ان اللون احمر. طب النتيجه اللي هتطلع لا عارفها، لانه انت ما عندكش غير احمر، فاكيد اي كره هتطلع تبقى حمراء لان ما عندكش بدائل تانية اصلا.
فالتجربة دي بنقول عليها إيه؟ ليست عشوائية. ليه ليست عشوائية؟ لأن ما توفرش فيها الشرطين بتوع التجربة العشوائية، اللي هو أكون عارف جميع النواتج الممكنة، والشرط التاني اللي هو أكون مش عارف إيه النتيجة اللي هتطلع لي بالظبط. بيقول لي ما صورة النقطة -2 و1 بالدوران R ب0 و180. احنا عارفين الدوران سواء كان 0 و180 أو 0 و-180 ما بيغيرش أماكن ما بينقلش الحاجة من مكان، يعني ما بينقلش إكس ولا واي، بس بيغير الإشارات، بيغير إشارة الاتنين. يعني إيه؟ يعني عندك -2 دي هتبقى 2، والواحد ده هتبقى -1، يبقى 2 و-1، يبقى دي النقطة دي لما الدوران 0 و180، قلنا الدوران 180 أو -180 ما بينقلش حاجة من مكانها، يعني لا بينقل إكس من مكانها ولا الواي من مكانها، لكنه بيغير الإشارات. فاحنا هنا هنختار لها، غيرنا -2 بقت 2، غيرنا الواحد بقت -1، فهنختار لها الاختيار د. بيقول أي مما يأتي يساوي 2 في 2 في 2. دي كم مرة 2 اتضربت في نفسها؟ أدا 1 2 3 4 5، اتضربت في نفسها 5 مرات، فبنقول على دي 2 أس 5 اتضربت في نفسها 5 مرات. 2 أس 5 دي يعني 2 مضروبة في نفسها 5 مرات. أما 2 في 5 دي العدد 2 مضروب في العدد 5، أنا ما عنديش هنا عدد 5 خالص. طب 5 أس 2 معناها إن الخمسة مضروبة في نفسها مرتين. طب 2 أس 5 دي معناها إن الاتنين اتضربت في نفسها 5 مرات. تمام؟ طب 2 زائد 5 يعني العدد 2 زائد العدد 5، أنا ما عنديش هنا أصلا العدد 5 خالص. طيب بعد كده بيقول لي 2AB مضروبة في 2A زائد 2B. هنا ده ضرب حد في مقدار. انت دلوقتي حد واحد عندك اهو، هتضربه في المقدار. المقدار هنا من حدين، ده حد وده حد. هتمسك الحد ده تضربه هنا مرة وترجع تضربه هنا مرة. يلا بينا نضرب، والموضوع بسيط خالص. أول حاجة هنقول له الإشارة في الإشارة، ده موجب وده موجب، خلاص يبقى الناتج بيطلع بالموجب. موجب في موجب بموجب. 2 في 2 ب4. A في A حط ال A وجمع الأسس، هنا أس 1 وهنا أس 1 يبقى أس 2. B مفيش هنا B تتضرب، نزلها زي ما هي. تمام. موجب في موجب بموجب، حط لي الموجب هنا أهو. 2 في 2 4 برضو. A مفيش هنا A، نزل ال A بقى زي ما هي. B وهنا B حط ال B وجمع الأسس، B أس 1 وB أس 1 يبقى B أس 2. يعني الناتج هيطلع لك 4 أس 2 B زائد 4 A B أس 2. دي فين هنا؟ دي 4 A B أس 2 زائد 2 A B أس، لا مش دي طبعا. طيب هنقول 4 A أس 2 B أس 2، لا دي غلط برضو. 4 A أس 2 B زائد 4 A اللي هو الاختيار أ ده اللي معانا. تمام. بعد كده بيقول لي إذا كان سالب الجذر التربيعي للأربعة بيساوي الجذر التكعيبي لإيه؟ فما قيمة إيه؟ تعالى كده اتعلم أول حاجة، طلع اللي تنفع تطلع. يعني أنت عندك سالب الجذر التربيعي للأربعة، حط السالب لأن السالب بره فاحنا بنحطه زي ما هو. جذر 4 بتسأل نفسك مين العدد اللي لو ضربته في نفسه مرتين يدينا 4؟ يبقى هو 2. طب سالب 2 دي عشان اخدها وادخلها جوه الجذر التكعيبي يبقى لازم تكون مضروبة في نفسها 3 مرات. ماشي، يبقى سالب 2 مضروبة في سالب 2 مضروبة في سالب 2. ليه مضروبة في نفسها 3 مرات؟ لأنك مدخلها جوه الجذر التكعيبي، والعدد اللي جوه الجذر التكعيبي بيكون مكعب كامل، يعني مضروب في نفسه 3 مرات. طيب هنا هنضرب سالب في سالب بموجب، ونرجع نضرب ده كده موجب، موجب في سالب بسالب. طيب 2 في 2 ب4 في 2 ب8، يبقى دي كانت سالب 8 جوه الجذر التكعيبي، يعني نختار لها الاختيار د. بعد كده بيقول لي ما قيمة الجذر التكعيبي للجذر التربيعي ل 64. طلع لي اللي جوه ده الأول كده. طيب الجذر التربيعي لل 64 مين العدد اللي اضربه في نفسه يديني 64؟ ها سامعاك؟ أيوه 8. 8 طلعت خلاص من الجذر التربيعي، ولكن هي جوه الجذر التكعيبي لسه. برضو هتسأل نفسك مين العدد لو ضربته في نفسه 3 مرات يدينا 8؟ ها 2 في 2 في 2، يبقى عن الجذر التكعيبي ل 8 هو 2. بيقول أي مما يأتي يساوي سالب 64. تعالى بقى يا أستاذ، سالب 64 واحد هيقول لي يا مس ده الجذر ده الأس 2 بيشيل السالب. أيوه هو يشيل السالب، بس لو كان السالب جوه قوس كده، يعني لو هو سالب 4 الكل أس 2. هنا يشيل السالب ليه؟ لأن الأس 2 على السالب وعلى الأربعة، لأن هما الاتنين مع بعض جوه القوس. أما في الحالة دي السالب بره العدد ملوش دعوة خالص، الأس 2 هو على العدد بس ملوش دعوة بالسالب، لأنهم مش مع بعض جوه قوس. تمام. فأنت السالب معاك مش ماشي ليه؟ لأن الأس 2 على الأربعة، مش على السالب 4 كلها. و4 أس 2 يعني 4 في 4 بكام؟ ب16، يعني دي جايه لي من سالب 16. يعني هنختار الاختيار ب. في ناس كتير ممكن تغلط فيها وتقول لك 16 عشان ده الأس الزوجي بيشيل السالب. أيوه يشيل السالب لو
السالب والعدد مع بعض جوه القوس. اما السالب لوحده والعدد بس هو اللي فوقيه الأس، خلاص يبقى الأس على العدد بس، مش على السالب 4 كلها، على 4 بس. تمام. فاحنا نختار الاختيار بقى اللي هو سالب 16. هنا بيقول لي أي من الأعداد التي ليست بالصيغة العلمية. أنت كان عندك شرط عشان العدد يكون بالصيغة العلمية، العدد اللي عندك ده كان لازم يكون أكبر من أو يساوي 1 وأقل من 10. يعني إيه القيمة المطلقة؟ يعني العدد بقى سواء موجب أو سالب يكون أكبر من أو يساوي 1، يعني ما يكونش عدد 10 مثلا كسر 10 زي 8 من 10 7 من 10 5 من 10، لا هو هنا أقل من الواحد. تمام. وأقل من 10 يعني ما يكونش 10، ممكن يكون 9 و9 من 10 عادي، لكن ما يكونش 10. فده كان أساس. وكمان الأس اللي عندك يكون يا رب العدد اللي عندك اللي هو 10 ده يكون الأس بتاعه يا إما سالب يا إما موجب، ما يجيش لك كسر برضه. لو هنا كسر لا يبقى ما ينفعش. فتعالى كده نشوف هنا 1 و4، هو بيقول لك الأعداد دي طبعا كلها على الصيغة العلمية. مين بقى فيهم اللي مش على الصيغة العلمية؟ يعني هتلاقي فيهم حاجة واحدة مش على الصيغة العلمية. فهنا 1 و54 جزء من 100، ده قيمته المطلقة طبعا أكبر من 1. تمام. ف10 والسالب 2 لا ده على الصيغة العلمية. طب هنا سالب 1 و54 جزء من 100 في 10 أس 2، تقول لي يا مس ده أصغر من 1. إحنا بنقول القيمة المطلقة للعدد مش العدد. تمام. ف10 أس 2 لا ده على الصيغة العلمية. طب هنا 1 و54 جزء من 100 في 10 أس 3 على الصيغة العلمية. ماشي. طيب هنا سالب 15 و4 جزء من 10، بقول لك ده بقى قيمته المطلقة أكبر من العشرة. ماشي. يعني هو احنا المفروض نكون أقل من العشرة. هتقولي ده سالب، لا احنا بنقول قيمته المطلقة، فده اللي ليس على الصيغة العلمية، لأن السالب 15 و4 من 10 أكبر من 10، يعني حتى لو يساوي 10 مش معانا، هو أكبر من 10. احنا المفروض نكون هنا أقل من 10. بيقول لي ما أكبر عدد من الأعداد الآتية. تعالى بقى أنت عشان تعرف أكبر عدد لازم هتقارن أهم حاجة الإيه؟ العشرة أس حاجة دي. تمام. لأن أنا مثلا مش هقول لك أنت معاك مثلا 1000 جنيه و50، وواحد تاني معاه 700 جنيه، لا خلاص بدل في ألوف فأنت أكبر، فأنت بتقارن الكبير الأول اللي هي العشرة أس حاجة. تمام. طيب بس لازم تتأكد إن كل أعدادك على الصيغة العلمية زي بعض، لأن هنا مثلا دي 16 دي مش على الصيغة العلمية، فلما نيجي نحطها على الصيغة العلمية أنت هتعتبر إن كان عندك علامة هنا وجبتها هنا بقت 1 و6 من 10. المفروض إن أنت تزود الأس هنا 1 بالموجب، لأن العلامة أنت حركتها الشمال حركة واحدة. لما تزود عليها 1 يبقى سالب 6 وموجب 1 بقت دي كام؟ سالب 5. بقت دي 1 و6 من 10 في 10 أس سالب 5. تمام. دي 1 و6 من 10، نكتبها هنا كده 1 و6 أجزاء من 10 في 10 أس سالب إيه 5. نقصنا الأس السالب 1 عشان إحنا المفروض نزوده 1 بالموجب. دي على الصيغة العلمية. تمام. دي 8 من 10 دي أساسا برضو مش على الصيغة العلمية، بس أقدر أحطها إن أنا أحرك العلامة أجيبها هنا كده. لما أحركها وأجيبها هنا كده يعني حركتها ناحية اليمين حركة، يبقى هنزود الأس السالب 1، يعني هنزود هنا سالب 1 كمان، فدي بقت سالب 6، يعني دي بقت 8 في 10 أس سالب 6. ليه؟ لأنك حركتها حركة ناحية اليمين، فأنت هتزود هنا بسالب 1. ماشي. طيب هنا 14 دي برضو مش على الصيغة العلمية، فأنت هتعتبر إن عندك علامة هنا وجيت هنا، يبقى اتحركت حركة واحدة ناحية الشمال، فهنا هتزود 1 بالموجب صح؟ فالمفروض إنها تبقى 1 و4 جزء من 10 في 10 سالب 4 موجب 1 يعني سالب 3. أنه الأكبر بقى السالب 5 دي سالب 5 ولا دي سالب 5 دي زيها؟ خلاص طالما الأعداد زي بعض هنبقى الأس زي بعض هنبقى نرجع نبص الأعداد بعد كده لو احتاجنا نبص. وهنا سالب 6 وهنا سالب 3. طبعا بيقول لك الأكبر، في الأكبر السالب العدد الصغير هو الكبير، يعني سالب 3 أكبرهم، سالب 3 أكبر من سالب 5 وسالب 5 أكبر من سالب 6. فاحنا هنا هنختار الاختيار د اللي هو 14 في 10 أس سالب 4، لأن لما ظبطناها كانت طلعت 1 و4 من 10 في 10 أس سالب 3، وسالب 3 أكبر من سالب 5 وسالب 6. هنا بقى مش محتاجين نبص على الأعداد، أما لو كان الأس كله زي بعضه كنا هنقارن بقى الأعداد نشوف أنه عدد هو الأكبر. السؤال الثالث بيقول لو وجد ناتج كل مما يأتي. دي بقى مسائل مقالية، ومسائل مقالية المفروض تتحل بالخطوات. هنا بيقول لك إيه؟ حقيبة بها 15 بطاقة متماثلة ومركبة من 1 إلى 15. يعني هنا فضاء العينة اللي هو اس هيساوي 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 و9 و10 و11 و12 لحد بقى ما نوصل ل 15 و13 و14 و15. طبعا عددهم لو جينا نشوف ان اس عدد عناصر فضاء العينة هو 15 عنصر.
حلو، دي أساسية في أي مسألة للاحتمالات تبدأ بيها. قال لك سُحبت بطاقة واحدة عشوائيًا ولوحظ العدد المسجل على البطاقة المسحوبة. قال لك اكتب كل من الأحداث الآتية، ده هو طالب مني الأحداث مش الاحتمالات، يعني لو قال لك احسب احتمالات الأحداث اللي هتبقى لازم تجيب الاحتمال، أما الأحداث هو عايز الحدث بس. فهو هنا بيقول لك الحدث إيه؟ هو حدث العدد المسجل زوجي وأكبر من 10. عايزين نعرف الحدث إيه، يعني هنقول له إيه بتساوي الأعداد الزوجية وأكبر من 10 هنا. تعالَ بقى بعد ال10 ودوّر على الزوجي، هل ال11 زوجي؟ لأ. طب ال12 معانا أهي. ال12 زوجي، ال13 زوجي لأ، ال14 أيوه معانا أهي. بعد كده ما عادش إلا ال15 فخلاص مش زوجي ومش معانا. طب لو كان عايز احتمال إيه، يعني لو كان بيسألني على PA اللي هو احتمال حدث إيه، كنا هنقول له يا عم هم مرتين أهو 2 عددهم يعني عدد عناصر الحدث على ال15 كلها، ودي ما لهاش إيه تبسيط، يبقى كان احتمالها هيبقى 2 على 15، أما هو هنا سائلني على الحدث بس. بعد كده بيسألني على الحدث B وبيقول لي حدث العدد المسجل عامل من عوامل العدد 12. لحظة بقى، يعني إيه عوامل العدد 12؟ يعني الأعداد اللي لو ضربتها في بعضها تدي لنا 12. زي إيه؟ ابدأ دايما بالواحد اللي يديني 12، 1 في 12. بعد كده 2، 2 في 6 يديني 12 اهي، 3 في 4 تدي 12، 4 في 3 هي 3 في 4. خلاص بدأت تعيد، يبقى أنت خلصت العوامل بتاعتك. فعوامل العدد 12 هي الواحد والاتنين والتلاتة والأربعة والستة 6 عوامل، وكلهم موجودين هنا لأن دي الأعداد كلها من 1 لإيه؟ ل15، هم أقل منها أصلا. يبقى هنا هنقول له الحدث B أهو، هكتب له الحدث B اللي هو ظهور عدد، ما هو مش عايز احتمال، هو عايز الحدث B إن يكون عندي عدد من عوامل عدد 12. فاحنا الواحد معانا والله خده، بعدين الاتنين معانا خده برضه، التلاتة هنا موجودة اهي خدها، الأربعة موجودة خدها برضه، والستة موجودة خدها معاك، وال12 موجودة برضه خدها معاك. ده الحدث. طب لو كان بيسألنا على الاحتمال بقى بتاع الحدث B، يعني لو قال لك بي احتمال الحدث B هيساوي هما كام مرة ظهروا عندك؟ أدا 1 2 3 4 5 6 أهو، على ال15 اللي هو الأعداد، يعني مجموع عدد كل عناصر فضاء العينة، ماشي، اللي هو NS. 6 على 15 دي لازم تتبسط لأن هما بيقبلوا اسم على التلاتة، نقسم على التلاتة في البسط وفي المقام هيدي لنا 6 على التلاتة فيها 2 و15 على التلاتة فيها 5. يبقى كان الاحتمال لو هو بيسألني عليه كان يبقى 2 على 5. هو ما سألنيش على الاحتمال، هو سألني على الحدث بس. أنا بحب أعرفك كل اللي ممكن، يعني السؤال ممكن يجي لك ازاي تاني برضه. طيب خلاص احنا حلينا ده. بيقول لي اوجد السؤال بقى اللي بيزهق ناس كتير مع انه والله سهل جدا، يعني السؤال بتاع خارج القسمة لما تكون هتقسم على مقدار، وطبعا انت بتبص بعد على لو ده مقدار يبقى هي اسم مطولة على طول. ناس كتير تقول لك ما بنحبش السؤال ده مع انه سهل وخطواته بسيطة. احنا دلوقتي هنعمل اسم مطول من المقسوم اكس اس 2 اروح اكتب ال 64 وراها على طول؟ لا، الاكس اس 2 دي كان المفروض يجي لك بعدها اكس اس 1. انت بتمشي يعني تنازلي، الاكس اس 2 ده الاكبر بعدين اكس اس 1 بعدين العدد، فانت ما عندكش اكس اس 1 خلاص اعمل له ناقص 64. طب انا ليه سبت المسافه الفاضيه؟ لان شويه ممكن يظهر لي تحت هنا كده اكس اس 1 ونضطر نطرحها، فاحنا هنا مش عايزين نلخبط الدنيا. طب احنا بنقسم على مين؟ بنقسم على اكس ناقص 8. حلو قوي. القسمه دي بتمر بثلاث مراحل. اول حاجه قسمه الاول على الاول، قسمه الاول على الاول، تمام. الأول على الأول هنا الأولاني إكس أس 2 أهو، هتقسمه على إكس. في حالة قسمة الأساسات المتشابهة نضع الأساس ونطرح الأسس 2 وده أسها 1، 2 ناقص 1 1، يبقى إكس أس 1 هتكتبها هنا، ممكن نكتبها تحتها هنا على طول عشان تبقى سهل إكس. بعد ما قسمنا بنضرب. أول خطوة اسمها، أول خطوة إيه؟ اسمها، تاني خطوة ضرب، وتالت خطوة طرح. طيب اضرب بقى، هتضرب مين في مين؟ هتمسك الإكس اللي هي خارج القسمة اللي أنت طلعتها دي تضربها مرة هنا في الحد ده ومرة في الحد ده. طيب تعالى نشتغل. هنقول له اكس في اكس، حط الاكس واجمع الاسس. في حالة ضرب الاساسات المتشابهة نضع الاساس ونجمع الاسس. اكس في اكس باكس اس 2، حطينا الاكس وجمعنا الاس 1 والاس 1. موجب في سالب هيدي سالب. اكس في 8، يعني التمانية دي كأني ضربتها في الواحد اللي هو معامل اكس يبقى 8 اكس، 8 وحط الاكس يبقى 8 اكس. مرحلة الطرح. الطرح بقى بيغير لي الاشارات بتاعة المقدار التاني كله. يعني ايه؟ دي موجب هنخليها سالب، دي سالب هنخليها موجب. طيب ودايما هتلاقي عندك بتصفى معاك كل مره الاولاني، يعني اكس اس 2 ناقص اكس 2 راحوا مع بعض. بقى انت بتعمل دي بقلم رصاص خط رفيع كده خفيف، هتنزل موجب 8 اكس ولا سالب 8 اكس؟ لا، بعد ما غيرت اشارتها بقت موجب 8 اكس.
فهننزل 8 اكس، الموجب هنا مش بنكتبه في الاول، وانزل سالب 64. هنرجع تاني ناخد الاولاني ده نقسمه على الاولاني ده ونعيد نفس الخطوات، اسم ضرب طرح. تمام. فاحنا هناخد تاني، هنروح نمسك ال8 اكس هنقسمها على الاكس. تمام. وانت بتقسم اكس على اكس راحوا مع بعض واتبقى لك 8 على 1 ب8، طبعا بالموجب، ده موجب على موجب هيدي موجب، يبقى تروح تكتب له هنا ايه؟ موجب 8. امسك ال8 بقى يا استاذ اضربها لي مره هنا ومره هنا. تمام. هنقول له والله انت قلت 8 في الاكس يعني 8 اكس، ما هو ال8 بتضربها في الواحد اللي هو معامل بتاع الحاجه، والاكس ملهاش حروف تانية يعني اكس تتضرب فيها فبتنزل، وموجب في سالب هيدي سالب 8 في 8 ب 64. طالما بقوا شبه بعض كده يبقى انت اول ما تغير اشارات المقدار التاني خلاص هتصفر معاك، لان كل عدد بيروح مع معكوسه الايه الجمع. دي موجب هتبقى سالب، ودي سالب هتبقى موجب، لان الطرح بيغير لي اشارات المقدار التاني كله. طب هنقول له 8 اكس، 8 اكس ناقص 8 اكس راحوا مع بعض ادتنا صفر، سالب 64 موجب 64 راحوا مع بعض ادتنا صفر. خارج القسمه مين بقى اللي هو بيسالني عليه ده؟ اللي هو الاكس زائد 8 اللي انا طلعتها كناتج. طيب، وعشان المسائل دي برضو ناس كتير مستتقلاها فاخدت منها مساله كمان، وباذن الله يا رب تستفاد. هنا قال لي اقسم 8 اكس اس 2 زائد 6 اكس ناقص 9 على اللي بعد على ده اللي ببص عليه، لو هو مقدار من حدين او اكتر يبقى اسم مطوله. طب لو كان حد واحد يا 3 اكس مثلا، لا ده انت بتقسم مقدار على حد، وده كانت اسمته سهله جدا، كنا بنعمل شرطه كسر، نسب الاولاني هنا على العدد ده، والتاني عليه برضو، يعني ده كان بيتكتب في المقام كده، والتالت عليه. لكن اللي ناس كتير مستصعباها ليه اسمة مقدار على مقدار. يلا بينا نحل دي كمان. هنعمل علامة القسمة المطولة ونكتب له دي مترتبة دي 8 اكس اس 2 زائد 6 اكس اللي هي اكس اس 1 ناقص 9، يعني دي كده ماشي بالترتيب تمام مفيش اي مشاكل. 8 اكس اس 2 زائد 6 اكس ناقص 9 على 2 اكس زائد 3. احنا قلنا 3 خطوات، ها ايه؟ اسمه ضرب طرح، 3 خطوات اسمها ضرب طرح، وارجع اعيد تاني لحد ما اخلص مسألتي خالص. تمام. طيب اول حاجة هنقسم 8 اكس اس 2 اهي اللي هو الاولاني، احنا بنقسم الاول على الاول يا ولاد، طول الوقت بقسم الاول على الاول، على 2 اكس. تمام. موجب على موجب بموجب، 8 على 2 4 اكس اس 2 على اكس، حط الاكس واطرح 2 ناقص 1 1، يبقى خارج القسمه هنا 4 اكس. بعد ما قسمنا بنضرب مين؟ العدد اللي انت طلعته ده مره هنا ومره هنا في الحدود اللي عندك كلها. هتضرب 4 اكس في 2 اكس، موجب في موجب بموجب، 4 في 2 8 اكس في اكس، حط الاكس وجمع الاسس، هنا اس 1 وهنا اس 1 يبقى اكس اس 2. ارجع تاني اضرب هنا 4 اكس في موجب 3 موجب في موجب بموجب، 4 في 3 ب 12، والاكس ملهاش رمز اكس يتضرب فيها فبننزلها او اي رمز يعني. بعد كده هنطرح، والطرح بيغير لي اشارات المقدار التاني كله، ده المقدار التاني ده هو اللي تحت ده اللي انا بطرحه، دي موجب هتبقى سالب، دي موجب هتبقى سالب. تمام. 8 اكس اس 2 ناقص 8 اكس اس 2 راحوا مع بعض، موجب 6 اكس وناقص 12 اكس. هنا بقى الاشارتين مختلفتين، واحده موجب واحده سالب، فانا بجيب الفرق بس بشرط العدد الاكبر، مش العدد الاكبر اللي هو سالب 12، لا بقارن ال 12 بالستة، مش السالب 12 بموجب 6. طب 12 اكبر اشارتها سالب، نزل السالب، جيب بقى الفرق 12 ناقص 6 يبقى 6، 6 ايه بقى اكس. انت معاك 6 جنيه ومديون ب 12 دفعتهم خلاص لسه مديون ب 6، ونزل سالب 9. هنرجع تاني نقسم الاول ده على الاول ده، هنقسم تاني الاول على الاول، هنقول سالب 6 اكس اهي على الاولاني اللي هو 2 اكس. هنا بقى سالب على موجب، سالب على موجب هيدي ايه؟ سالب على موجب بيدي سالب، و6 على 2 3، والاكس اكس راحوا مع بعض او خلاص فيها واحد فراحوا مع بعض، هنكتب له هنا سالب 3. هنمسك سالب 3 دي نضربها مره هنا ومره هنا. تمام. سالب في موجب بسالب، 3 في 2 اكس ب 6 اكس، 3 في 2 اكس بايه؟ 6 اكس. ماشي. سالب في موجب بسالب، 3 في 3 ب9. هطرح، الطرح بيغير لي اشارات المقدار التاني كله، انت لو لاحظت هتلاقيهم زي بعض قبل ما تغير الاشارات، لان لما تغير الاشارات هيطيروا بقى مع بعض، دي سالب هتبقى موجب ودي سالب هتبقى موجب. سالب 6 اكس وموجب 6 اكس طاروا مع بعض، سالب 9 وموجب 9 طاروا مع بعض، ده اصفار خلاص. خارج القسمه اللي بيسالني عليه اللي هو بيطلبه 4 اكس ناقص 3. بيقول لي اذا كانت a بتساوي 2 و b بتساوي سالب 3 فاول قيمه a اس 2 زي b اس 2 زي b. بص بقى انت هتشيل كل حاجه وتحط مكانها حاجه، يعني ال a دي ب2 حطها، a اس 2 2 اس 2 زائد ال b بسالب 3 حطها، بس حطها بس بقى ليه؟ لان ال 2 هو على ال b كلها فاهي، زائد ال a b، ال a بكام؟ ب2
مضروبة في البي اللي هو بكام؟ -3. اي بي معناها ايه في بي. تعالى بقى ابدأ أفك الدنيا واحدة واحدة. 2 أس 2 يعني 2 مضروبة في نفسها مرتين، 2 في 2 ب4 زائد -3 أس 2. ده عدد سالب والأس بتاعه زوجي، يبقى خلاص الأس زوجي بشيل السالب، أو هو -3 أصلا في -3 سالب في سالب بموجب، و3 في 3 ب9، فده خلاص هي موجب 9 زائد 2 في -3 موجب في سالب هي سالب 2 في 3 ب6. الشرطين جايين لك ورا بعض موجب في سالب، لا خلاص هتبقى سالب لما بنضرب موجب في سالب بسالب. تعالى بقى نصفي اللي معانا. شوف الموجب جمعه مع بعض وبعدين نطرح منه السالب. يعني انت عندك هنا 4 و9. 4 و9 كام؟ 13. احنا حاطين الاتنين موجب ورا بعض. 4 و9 13 ناقص كام؟ 13 ناقص 6 تدينا 7. السؤال اللي بعد كده بيقول لي سؤال معادلات الجميل، بيقول لي اوجد مجموعة حل المعادلة في زد. مين زد؟ اللي هي مجموعة الأعداد الصحيحة اللي فيها ايه بقى؟ فيها الأعداد الموجبة والأعداد السالبة والصفر. تمام؟ يعني فيها من أول موجب 1 لحد موجب ما لا نهاية، فمن -1 لحد سالب ما لا نهاية، وفيها الصفر. تعالى نبدأ نحل. انت عندك قوس كامل لكل أس 3. الأس 3 عشان تخلص منه، عشان بتشيله كده، يعني هتحط القوس اهو، وبدل الأس 3 ده باروح أجيب الناحية التانية الجذر التكعيبي لل64. الأس 3 عشان أخلص منه باروح أجيب مكانه الناحية التانية جذر تكعيبي. تمام؟ يبقى إكس زائد 3 دي بتساوي الجذر التكعيبي ل64. مين العدد لو ضربته في نفسه 3 مرات يدينا 64؟ هي 4، عشان 4 في 4 في 4 بتدي 64. أو لو عملتها بالآلة الحاسبة، جذر التكعيبي بتعمل شيفت وعلامة الجذر، أو لو عندك الجذر التكعيبي على طول في الآلة الحاسبة بتعملها، جذر التكعيبي ل64 هيساوي 4. كمل بقى معادلتك عادي. هنا عندك موجب 3 ده محتاج تخلص منه. أصل معنى كلمة حل المعادلة أو أوجد مجموعة الحل إنك تجيب لي قيمة إكس فرداني لما أضرب فيها حاجة ولا مجموع معاها حاجة، فبتجيبها الوحيدة. فأنت هتودي موجب 3 الناحية التانية، واللي بيخرج من داره بتقل مقداره، اللي بين الناحية التانية بيغير الشرط، هيبقى 4 وموجب 3 نقلت بقت -3. يعني الإكس يا عم الحاج هتساوي لنا إيه؟ 4 ناقص 3 بتساوي 1. طب يا ترى 1 موجود في مجموعة الأعداد الصحيحة ولا مش موجود؟ موجود. يبقى أنا هقول له مجموعة الحل بتساوي، تعمل قوس المجموعة وتكتب له 1. 1 بقى نسي يعمل الخطوة دي، هينقص نص درجة. ليه؟ لأنه قايل لك أنا عايز مجموعة حل المعادلة، واحنا مش عايزين ننقص أي حاجة في الدرجات، احنا بنحب نجمع درجات. بعد كده بيقول لي شبه منحرف مساحته 63 قدم مربع وطول قاعدتين المتوازيتين 10 قدم و8 قدم. احسب ارتفاعه. انت عندك لشبه المنحرف في قانونين. شبه المنحرف عشان تحسب مساحته له قانونين. يا إما تقول لو كان جاي لك القاعدة المتوسطة، بنقول طول القاعدة المتوسطة في الارتفاع، ده قانون سهل، بيكون جايب لك القاعدة المتوسطة والارتفاع بتضربهم في بعض بتطلع له المساحة. يا إما تقول له مساحة شبه المنحرف بتساوي نص مضروب في مجموع القاعدتين المتوازيتين اللي هي بنرمز لها B1 زائد B2. نص في مجموع القاعدتين المتوازيتين اللي هم B1 زائد B2 اللي هم قال لك هنا 10 و8 في الارتفاع اللي هو H. طب هو جايب لك مين؟ هو طالب المساحة؟ لا ده هو جايب المساحة، فخلاص انت هتعوض مكان المساحة. المساحة اريا اللي هي ايه دي 63، حط 63 بتساوي نص. جايب لك مين تاني؟ القاعدتين المتوازيتين 10 زائد 8، والمفروض ان هو طالب الارتفاع، يبقى الارتفاع ده مش موجود. طب ابدأ صف الدنيا كده معاك. 10 و8 دول كام؟ 18. لما ضربت 18 في نص هتدي 9، يبقى 63 هتساوي 9 في اتش. يا ترى 9 في كام ب 63؟ ها 9 في كام؟ 9 في 7. تمام؟ يبقى هنا اتش هتساوي اهو، ممكن نجيبها بطريقة تانية، 63 على 9 بتساوي 7. ماشي؟ او هتقسم هنا على 9 وهنا على 9، فالاتش هتساوي لك 63 على 9 بتساوي 7. يبقى الارتفاع بيساوي 7 ايه بقى؟ 7 قدم، لان المساحة كانت قدم مربع والقاعدتين المتوازيتين قدم وقدم، يبقى هنا هنقول له الارتفاع بيساوي 7 قدم. بسيطة جدا المسألة، مفيش فيها أي مشكلة. بيقول لي كيس به كرة حمراء، كرة واحدة حمراء و6 كرات زرقاء و3 كرات خضراء. واحدة واحدة كده الكور خلصت. تعالى بقى على جنب كده اقول له انت بتقول لي ايه. بيقول لك قال لي ان انت عندك ايه؟ حمراء واحدة. ماشي؟ تعال نكتب لون تاني يبان. حمراء ايه؟ واحدة، كرة واحدة. طب زرقاء 6 والله. طب خضراء 3. مجموع الكرات كام كله؟ 1 و6 7 و3، يبقى انا عندي 10 كرات. دي بقى ال10 دي في المقامات بقى، لو بحسب اي احتماليه اللي في المقام. قال لك احسب لي احتمال، فاوجد احتمال ان تكون كره مسحوبه زرقاء. احتمال انها تكون زرقاء هتساوي، هي الزرقاء كام هنا؟ الزرقاء 6
على العدد الكلي 10. 6 على 10 هتساوي بسط على 2 على 2 هتساوي 3 على 5. ده احتمال ان الكرة تكون زرقاء. تمام. طب احتمال انها تكون حمراء كام؟ الحمراء واحد بس. يبقى احتمال ان تكون الكرة المسحوبة حمراء، الحمراء واحدة بس، والمقام كام؟ 10. 1/10 يعني 1/10. طب احتمال زرقاء أو خضراء يعني ايه؟ انت عندك الكرات حمراء وزرقاء وخضراء. طب شيل الحمراء هي واحدة والباقي كله ازرق واخضر، او اجمع لي الازرق 6 والاخضر 3 يبقوا 9، او شيل الحمراء اللي هي واحدة يبقى لك 9. فده هيساوي 9 على 10، يعني برضو بيساوي 9 أجزاء من ايه؟ من 10. او عايز تسيبها 9 على 10 مفيش مشكلة. بيقول لي أوجد مجموعة الحل في زد، برضو معادلة وعايزيننا نحلها في زد اللي هي الأعداد الصحيحة. الأعداد الصحيحة فيها الأعداد الموجبة والسالبة والصفر. يلا بينا نبدأ نحل. وقلنا المعادلات عشان تتحل بحاول أفضي الدنيا حوالين الرمز اللي عندي اللي هو إكس أو واي مثلا. أنا عندي إكس، فضيها بقى خليها إكس فرضا، يعني إحنا لازم نوصل في نهاية المعادلة إن إكس تكون لوحدها كده، لا هي مجموعة مع حاجة ولا مضروبة في حاجة ولا أس حاجة. أول حاجة بنخلص من اللي مجموعة أو المضروب، يبقى 8 إكس أس 3 بتساوي -7، وهودي موجب 20 الناحية التانية يبقى -20. لما نجمع -7 وسالب 20 هنجمعهم بإشارتهم فهيدولنا سالب ايه؟ 27. تمام، سالب 27. عندك هنا 8 اكس اس 3. مين مرخم على الاكس؟ لسه 8. او المضروب بخلص منه بالعمليه العكسيه اللي هي قسمه. طيب هنقسم على 8 على 8. ماشي، على 8 دي راحوا مع بعض، اتبقى لي اكس اس 3 بتساوي لي سالب 27 على 8. دي بقى مش هنقسمها لان هي تطلع لك كسر فخليها كده. طب لسه اكس خلصت؟ لا، ده لسه في اس 3. والاس 3 يا ولاد عشان اخلص منه بشيله واروح اجيب الناحيه التانيه الجذر التكعيبي. يعني اقول له اكس بتساوي الجذر التكعيبي، التكعيبي هنا 3 اهو، لسالب 27 على 8. ماشي، يعني هتساوي الجذر التكعيبي لسالب 27 من العدد اللي اضربه في نفسه 3 مرات ادينا سالب 27 هو سالب 3، من العدد اللي اضربه في نفسه 3 مرات ادينا 8 هي 2، يبقى سالب 3 على 2. طب سالب 3 على 2 دهوت يعني بيساوي سالب 1.5. هل مجموعة الأعداد الصحيحة فيها كسور؟ لا، احنا قلنا فيها الموجب وفيها السالب وفيها الصفر، ما فيهاش أعداد كسرية. ما هو سالب 3 على 2 ده عدد كسري، يعني هي 1.5، سالب 1.5. فنقول له مجموعة الحل في زد بتساوي فاي، مش موجودة والله في الأعداد الصحيحة. لازم تعمل آخر خطوة، ما عملتهاش هتنقص. قلت لك برضو في المسألة اللي شبيهة لدي قبل كده. بيقول لي اختصر لأبسط صورة. تعالى كده نشوف هو جايب لي عشان نختصر. قال لك اكس زائد 2 واي ده مقدار اهو، بضربه في مقدار تاني اكس ناقص 2 واي زائد اكس زائد واي الكل ما انتش ملاحظ حاجة؟ والله الكوس ده زي ده بس مع اختلاف الإشارة في النص. ايوه، يعني ده بنضربه بالطريقة اللي هي ايه؟ هتقول الأول في نفسه أو الأول في الأول ناقص التاني في التاني أو التاني في نفسه، لأن هما شبه بعض مع اختلاف الإشارة اللي في النص. فلو قعدنا نضرب ونجيب الأوسط والحاجات دي هتلاقي برضو الأوسط كله بيروح مع بعض. فاحنا بنضرب اكس في اكس هتدينا اكس، حط الاكس وجمع الأسس 1 وواحد 2، وموجب في سالب هيدي سالب 2 واي في 2 واي، 2 في 2 ب4، واي في واي بواي أس 2. ده كده الجزء ده هوت زائد. فاكر ده كنا بنفكه بمفكوك العدد، يعني أي قوس أس 2 كنا بنفكه بحاجة اسمها مفكوك العدد. بنقول الأول تربيع اكس في اكس اكس أس 2. طالما ده موجب حطهم عادي، اما لو كانت دي سالب كنا هنحط في قوس عشان السالب بيغير لي اشارات اللي بعده كله. تمام. طيب وبعدين الواي في واي دايما موجب هنا في الاخر بواي اس 2، لان اي عدد هتضربه في نفسه هيطلع لك بالموجب سواء كان سالب في سالب او موجب في موجب. بعدين اكس في واي في 2، اكس اول في الثاني في 2. طب اكس في واي باكس واي في 2 يبقى 2 اكس واي، هنحط هنا 2 اكس واي. طب الاشاره موجب زي اللي في النص دي. هو قال لك اختصر لابسط صوره، يعني شوف مين اللي هيتشال مع مين واشتغل وطلعوا لي في ابسط شكل يقدر يطلع بيه. هنا اكس اس 2 وهنا 1 اكس اس 2، لو جمعناهم مع بعض 1 و1 يبقى 2 اكس اس 2. طيب سالب 4 واي اس 2 وموجب 1 واي اس 2، دول ايه؟ سالب 4 وموجب 1، الكبير 4 اشارتها سالب، حط السالب، و4 ناقص 1 يبقى 3 واي اس 2. طب يبقى انا اخدت ده جمعته مع ده وده جمعته مع ده، باقي لي هنا ايه؟ زائد 2 اكس واي ملاش حد شبيه ليها يتجمع معاها، هي كده بقت في ابسط صورة. قال لك شبه منحرف طول قاعدته المتوسطة 18 بوصة وارتفاعه 5 بوصة. احنا قلنا شبه المنحرف له قانونين، كان في قانون منهم اللي هو نص في مجموع القاعدتين المتوازيتين في الارتفاع، وده اللي حلينا بيه المسألة اللي فاتت. وقانون بيقول لي ايه؟ مساحة شبه المنحرف بيساوي طول القاعدة المتوسطة في الارتفاع، وده سهل جدا، بيساوي طول القاعدة المتوسطة في الارتفاع، وده سهل وبسيط.
فيها الارتفاع. انت عندك ايه، المساحة ولا طول قاعدة المتوسطة ولا الارتفاع؟ عندي طول قاعدة المتوسطة 18 اهي، في الارتفاع 5، هيقوم يدونا المساحة صح؟ طيب 5 في 18 لو ما تضربها تديلك 90. 90 ايه بقى؟ بوصة مربعة. مساحة يبقى بوصة مربعة، لكن الارتفاع لما حسبناه من شوية قلنا بوصة بس. فالأبعاد اللي هي ارتفاع طول عرض مش عارف ايه دي خلاص بالسنتي سادة أو المتر سادة أو البوصة سادة. أما المساحة بالبوصة المربعة. هنا آخر سؤال معانا هنختم بيه، بيقول لي معين طولة قطرية 10 سنتي و8 سنتي، ماشي. هو الأكبر في المساحة ولا مستطيل طوله 9 سنتي وعرضه 5 سنتي؟ احنا خدنا قانونين للمعين. أول قانون بيقول مساحة المعين كان بتساوي طول الضلع في الارتفاع أو طول القاعدة في الارتفاع المناظر له. طول الضلع فيها الارتفاع. هو هنا جاب لك طول ضلع المعين أو ارتفاعه؟ لا. وكان في قانون تاني بيقول مساحة المعين بتساوي نص حاصل ضرب قطرية. نص حاصل ضرب قطرية اللي هي كانت الايه المساحة اريا بتساوي نص في القطرين، دي 1 في دي 2. انت عندك هنا القطرين هنقول نص اهو، القطرين عندك قطر ب8 وقطر ب10، النص في 10 في 8. طب نص ال10 5، 5 في 8 بكام؟ ب40. يبقى 40 ايه بقى؟ سنتيمتر مربع، عشان دي مساحة 40 سنتيمتر مربع. طب المستطيل مساحته بتساوي الطول في العرض، اظن دي حافظينها من ابتدائي ومن كل الاوقات. مساحة المستطيل بتساوي الطول في العرض، اللي هو ممكن يكتبها لك بالرموز الايه اللي هي مساحة المستطيل بتساوي ال في دبليو. ماشي، انا بكتب لك ده وده وانت حر بقى. فهنقول مساحة المستطيل هنا هتساوي الطول 9 والعرض ايه 5. 9 في 5 ب45 سنتيمتر مربع، عشان دي مساحة. يبقى من هنا اللي مساحته أكبر ال40 بتاعة المعين ولا المستطيل 45؟ لا، يبقى هنا مساحة المستطيل هي الأكبر، لأنه أكبر من ايه من مساحة المعين، هي الايه الأكبر. احنا كده خلصنا المراجعة بتاعتنا، يا رب تكونوا فهمتوها. أتمنى تكون عادت بالنفع عليكم. لو احتجتوا أي حاجة اكتبوا لنا في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.